السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو السر العظيم لصلاح أولادك. أسأل الله عز وجل أن يصلح أولادكم وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم قرة عين لكم في الدنيا والآخرة. تعالوا نعرف سر صلاح أولادنا، لكن بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. سر صلاح أولادنا في 3 نقاط أذكرها لكم يعني في عجالة سريعة. أول حاجة الاستعانة بالله. لابد أن احنا نعلم جميعا أن احنا في الحقيقة لما بنربي أولادنا احنا مجرد أسباب، وإنما المربي على الحقيقة هو الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلما تيجي تربي أولادك قل له يا ربي يا ربي ربيني أنا وأولادي، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يربيك ويربي أولادك. والله العظيم المربي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والهداية لا تكون إلا بيد الله سبحانه وتعالى. فده أول سر. استعن بالله، اسأل ربنا، اقعد كده يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى. قوم في الثلث الأخير من الليل، في الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا، كما صح بذلك الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فينادي على عبادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. يكرر ال3 أسئلة لحد الصبح. يا سبحان الله. فقوم وقف بين ايدين ربنا، وقومي وقفي بين ايدين ربنا وقولي: يا رب يا رب ربي لي أولادي، بل قولي: يا رب ربيني أنا وأولادي. هذا أول سر من أسرار صلاح أولادك. السر الثاني إن حضرتك وحضرتك تكونوا قدوة لأولادكم. خدوا بالكم من حاجة، الابن أو الطفل يتعلم من لحظك قبل لفظك، يتعلم من أخلاقك، من معاملاتك، من سلوكياتك أكتر من كلامك. وصدق من قال: عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. يا سلام، حقيقي فعلا. عمل رجل واحد، ممكن واحد بأخلاقه، بسلوكياته، بمعاملاته، بموقف معين يؤثر في 1000 رجل، وممكن 1000 رجل يكلموا واحد في حاجة معينة وهم ما بيعملوش بيها فلا يتأثر بهذا الكلام. يبقى عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. ان احنا نبقى قدوة لأولادنا. بقول لابني: حبيبي لا تكذب، لأن الكذب حرام وكبيرة من الكبائر. وهو لو شافني أنا بكذب يبقى أنا كده هدمت القدوة قدام عينيه. فلازم أكون أنا صادق، تمام، عشان ابني يطلع صادق. حبيبي لازم تصلي يا حبيبي وتحافظ على الصلوات ال5 في المسجد، ولاقيني أنا ما بصليش مثلا، أو لاقيني مثلا بصلي بس في البيت، فيطلع زيي. شوف قد ايه بكلم ابني عن الامانه، لازم اكون امين. بكلم ابني عن صله الرحم، لازم انا اكون واصل للرحم، وهكذا. ابدا بنفسك، صدقني هتلاقي اولادك بيتربوا باخلاقك، معاملاتك، سلوكياتك اكتر من كلامك بفضل الله. السر الثالث والاخير ان انت تكثر من العباده، وحضرتك تكثري من العباده من اجل صلاح اولادكم. سبحان الله. كان سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة سيد التابعين، كان يقول لابنه محمد: والله يا بني إني لأزيد في صلاتي في اليوم والليلة رجاء أن يحفظني الله فيك. يا سلام، شوف قد ايه. ثم يقرأ قول المولى عز وجل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. الغلامين اليتيمين اللي ربنا سخر لهم نبي كريم وهو الخضر عليه السلام، ورسول من أولي العزم ال5 وهو موسى عليه السلام، عشان الاثنين يبنوا الجدار لغلامين يتيمين عشان تحتيه كنز لهما. سبحان الله. فربنا بيقول ايه؟ وكان أبوهما صالحا. السبب اللي كان بسببه ربنا يعني قيد لهما نبيين كريمين عشان يبنوا لهم الجدار، عشان يحافظوا على المال بتاعهم، ولما يكبروا هم يحفروا تحت الجدار ويلاقوا الكنز. كان السبب صلاح الأب. وحتى ان الحافظ ابن كثير بيقول لك ما كانش الاب كمان المباشر، يعني ما كانش ابوهم مباشرة، ده كان الجد السادس، فصلاح الجد وصل الى الاحفاد. يا سلام، شوف قد ايه. وكان حذيفة بن اليمان
في يوم من الأيام راح رجل كده كان عايز سيدنا حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، فسأل عنهم فقالوا له هو في المسجد. فذهب فوجد حذيفة بن اليمان يصلي ويطيل في صلاته ويخشع ويبكي. فلما انتهى حذيفة من صلاته وكان ابن حذيفة بن اليمان جالس ورا، طفل صغير جالس في آخر المسجد، فنظر حذيفة إلى الرجل ووجد في نظرته التعجب، يعني تعجب ان هو مطول في الصلاة في الوقت ده وجالس في المسجد كده. فقال له صحابي الجليل حذيفة ابن اليمان، قال: إني أزيد وأطيل في الركوع والسجود وأكثر من الدعاء من أجل صلاح ابني هذا. الله أكبر. ما قالش بقى ده أنا صحابي والراجل اللي قاعد قدامي ده تابعي وإحنا في زمن الخير والمجتمع بيساعد على الصلاح وكفاية كده، لا أبدا، لجأ إلى الله أكثر من العبادة وأطال من السجود ومن الركوع ومن الدعاء من أجل صلاح أبنائي. فأنتم أكثروا من النوافل بنية صلاح أولادكم، إن ربنا يصلح أولادكم وإن ربنا يربي لكم أولادكم، وهتشوفوا نتيجة وثمرة عجيبة جدا. كل ما يزداد صلاح الآباء كل ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويبارك لهم في أولادهم ويصلح أولادهم ويهديهم ويرزقهم برهم بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أولادكم وأن يجعلهم قرة عين لكم في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.